تذكروا حين لا يتذكر إلا أولو الألباب، ولا تدنو لهم ركب إلى ركب إلا في حضرة العلماء، ولا يخوضون في لغو ولا نجوى إلا ما جاء في حديث رمضان. وكما أن لرمضان حديث له في كل يوم نسائم تمر خلال نافذتي فتصيب بنفعها من يشاء، ريبورتاجات مختارة ومنوعة. ولأن القرآن منهاجي ووسمي جعلت تلاوته المعطرة خلة برامجي، ثم طلبت كل واحد من رفقتي أن إذا قرأناه فاتبع قرآنه، وشيدت لمدارسة علومه مجالس القرآن، وجمعت لمن أراد التعمق في فكره وتعظيم نبأه خيرة الباحثين، فازددنا رفقتهم يقينا بأن النبأ عظيم. ثم اكتشفنا أن نسخته أغلى هدية في مصحفي، وخطه علم يدرس في المشرق. واستذكرنا قطوفا دانيات أشبعت حاجات الصائمين الصحية والاجتماعية والأسرية، فتفاعلوا يوميا ومباشرة مع أركانها التي لم تكن مجرد أركان، بل رياضة للصائمين. مرحبا. ولأن الحياة مليئة بالتساؤلات قدمت أهلا للفتوى يوجهون وينصحون في أمور الدين والدنيا، ثم خاطبت الحائرين أن هلا سألوا. كما أن نعم النساء رفيقات برامجي اللواتي لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا وتقبله. ولم يمنع ثراء هذه البرامج قيما وأفكارا من أن نحاول إيجاد ما فقد كي تكتمل به أبعاد الصورة التي لن تكتمل إلا باكتشاف الفكرة المفقودة. ماذا تستعمل؟ هل ما زالت الأحوال بيننا؟ هل ما زال الناس يترحمون فيما بينهم؟ ولقد استذكرناه شهرا للرحمات، وكيف كان المسلمون رحماء بينهم متبعون لأمر خالقهم أن استبقوا الخيرات. وعلى ذكر التسابق قدمت أضخم برامج المسابقات في رحلة بحث شيقة شملت ربوع الوطن ذكورا وإناثا، بحثا عن الأكفأ في تلاوة القرآن الكريم وتجويده لنلبسه تاج القرآن الكريم، ونختار للأرواح صوتا يحلق بها في سماء الإنشاد، فكان كلهم مبدع وواحد منهم حادي الأرواح. تعالوا معنا لتتعرفوا أكثر على ثقافة هذا البلد، عاداته وتقاليده. نستذكر كيف ارتحلنا سويا لاكتشاف أحوال الشعوب لنتعرف على عاداتها في رمضان لتعارفوا. وفي الوثائقيات تجولنا في مساجد الجزائر العتيقة لنستذكر تاريخها وعلماء مروا على منابرها، ثم ذكرنا خصالهم، فهم الذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات. وفي استظهار قصصي مشوق لتاريخ الإسلام وبطولاته كانت مسلسلات تاريخية أسقطناها على أحوال حاضرنا من سلوكيات وأخلاق، وعالجنا جانب النقص فيها بعرضها على الميزان. هكذا كنت جامعة لأذواقكم المختلفة تحت سماء قيمنا الواحدة، وهكذا ننشد الغد سويا، فأنتم مشاهدي رفقائي وأنا قناة القرآن الكريم. إذن تحية وشكر لصاحب هذا التقرير الذي كان من طرف الزميل إبراهيم مصباح، كان بإنسان قناة القرآن الكريم يتحدث. شكرا كذلك لطلبة التاريخ.